السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كيكة الرواني. سهلة جدا وبسيطة. هنعملها. أول حاجة هنعمل الشربات بتاعها. أنا عاملة كمية كبيرة مضاعفة عشان أنا محتاجاه في وصفة تانية. إنما حضرتك هتحطي كوبايتين من السكر، كوبايتين من المية. الكوباية اللي بعاير بيها هي نفس الكوباية اللي عاير بيها كل المكونات بتاعتي عليهم. اهي الكوباية دي السعة بتاعتها 250 مللي من السوائل. هستخدمها في عيار الكيك وعيار الشربات. هحط عليهم نص ليمونة. الوصفة بتاعتي دي انا عاملة 4 و4، بس الوصفة بتاعتي محتاجة كوبايتين بس سكر وكوبايتين بس مية ونص ليمونة. احطهم على النار يغلوا. من بعد الغليان 5 دقايق بالظبط هحط لهم شوية فانيليا واطفي عليهم النار. وبعد كده هنبدأ في عمايل الكيك بتاعنا. لازم الشربات يكون بارد والكيك يكون سخن. المكونات بتاعتي، اول حاجة هعملها هنجيب الصينية، هندهنها زيت ونحط لها شوية فانيليا ونحط لها شوية دقيق بالمنظر ده كده عشان نبطنها معانا. دي الصينية مقاسها 32 سنتي اللي انا هستخدمها في الوصفة بتاعتي. معايا كوبايتين لبن. انا كنت جايبة لبن ولما جيت اغليه لقيته جبن بالشكل ده كده. اللبن بتاعي قاطع فانا هستخدمه في الوصفة بتاعت الرواني. معايا كوبايتين لبن قاطعين، عليهم معلقة صغيرة من الخل، وهقلب الخل مع اللبن على بال ما اجهز معايا بقية الحاجة. لو عندك لبن حليب هتعمليه بنفس الطريقة وهتسيبيه بعد شوية، او عندك زبادي ممكن تستخدمي الزبادي. معايا كوباية الا ربع من الزيت. نفس الكوباية عايرت بيها اللبن هعاير بيها الزيت وهعاير بيها بقية المكونات بتاعتي. و3 معالق كبيرة من جوز الهند، وكوباية من السكر. كوباية عايرت بيها الزيت والسكر واللبن. ومعايا 3 بيضات كبار وكيس بيكنج باودر. ومعايا كيس من الفانيليا. تقدري تستخدمي 4 بيضات لو البيض بتاعك صغير. معايا كوبايتين من دقيق البسبوسة من عند العطار معلهوش اي اضافة اللي هو الدقيق السايب. ومعايا كوبايتين من الدقيق منخولين. هنقول بسم الله كده، نجيب شفشق الخلاط بتاعنا وهنبدأ نحط فيه كل المكونات السائلة بتاعتي. كوباية الا ربع من الزيت، وهنحط معاهم السكر. ممكن نحط اللبن عادي خالص، هو كله هيتخلط مع بعضه ما فيهوش اي مشكلة. نحط كوباية السكر. احنا قلنا الكوباية بنعاير بيها كل المكونات بتاعتي. احط عليهم بقى كوبايتين اللبن اللي انا حطيت لهم معلقة صغيرة من الخل. وهنحط عليهم ال3 بيضات الكبار بتوعنا او ال4 لو كان بيض صغير. الكمية دي ما شاء الله بتعمل صينية كيك كبيرة، يعني 32 دي مقاسها كبير. كده خلاص ال3 بيضات بتوعي. هنحط عليهم الفانيليا. ونبدأ ناخدهم على الخلاط نضربهم ضرب كويس جدا لحد ما يتجانسوا كويس قوي مع بعض ويعملوا فوم كده من فوق عشان الكيك بتاعي يبقى ناجح ان شاء الله. معانا بقى المكونات الجافة. كوبايتين من الدقيق منخولين، دقيق عادي منخول، وعليهم كوبايتين البسبوسة اللي من عند العطار اللي هو دقيق البسبوسة السايب، و3 معالق كبيرة من جوز الهند، وكيس البيكنج باودر، وذرة من الملح عشان توازن الطعم بتاع الكيك. وهنمسكهم وهنقلبهم بقى كويس جدا مع بعض عشان ندخل فيهم الهواء كده عشان تديني هشاشة في الكيك. كل التفاصيل دي مهمة جدا يا جماعة. بعد كده الخلاط اللي احنا ضربناه في الخلاط هنقول بسم الله كده ونفضيه في الطبق بتاعي. شايفين الهواء اللي جوه الخليط بتاعي؟ هو ده اللي بيخلي الكيك ناجح. مع التركة اللي انا هقولها دلوقتي، بنحط كده المكونات الجافة بتاعتي شوية بشوية. التركة المهمة التانية غير ان انت بتعملي فوم في الشفشق بتاع الخلاط،
انك تقلبي الكيك في اتجاه واحد عشان تدخلي فيه الهواء وما تخرجيهوش. هنحط بقية المكونات الجافة معايا ونقلب برضو في اتجاه واحد. الصينية المبطنة معايا هنبدأ نحط فيها، نصب فيها خليط الكيك. احنا قلنا ان الفرن بتاعي سخن، انا مولعاه من الاول وموطياه خالص عشان يسخن معايا كويس. وبنحط الصينية من تحت في الفرن، بس مش تحت قوي، يعني في الربع كده بتاع الفرن، لحد ما الاقي الحرف بتاعها احمر. بعد كده برفعها تحت الشواية واولع الشواية، وبخلي النار بتاعت الشواية بتاعتي واطية علشان الكيك يستوي من جوه. واول ما تخرجيها من الفرن تعملي لها التيست بتاع اختبار التسوية، بتحطي لها خلة وتخرجيها او حرف سكينة رفيعة، ولو لقيتيها نضيفة يبقى كده تمام. انا خرجت الصينية بتاعتي سخنة جدا من الفرن، هبدأ افتحها كده بالسكينة عشان لما اسقيها الشربات بتاعي يدخل جواها كده وتبقى كلها شاربة الشربات بتاعي. تقدري تقطعيها تقطيعة كاملة او تسيبيها زي ما هي، ان شاء الله النتيجة معاكي هتبقى كويسة. هبدأ اضيف لها الشربات البارد والكيك سخن. كوبايتين من المية، كوبايتين من السكر، نص ليمونة، ياخدوا 5 دقايق على النار بعد الغليان. يعني اول ما يغلوا احسب لهم 5 دقايق، بعد كده اضيف لهم شوية الفانيليا واطفي النار عليهم واسيبهم لحد ما يبردوا. بعملهم الاول علشان لما الكيك يطلع يبقى سخن والشربات يبقى بارد، وابدا اسقي الكيك بتاعي بالمنظر ده. شايفين كل الكميه اللي انا بحطها ما شاء الله بتشربها؟ ده معناه ان الحمد لله الكيك بتاعي ناجح جدا، والمقادير بتاعتي ان شاء الله مظبوطه. انا قلت لكم في اول الفيديو ان انا عامله شربات بالزياده، انا عامله ضعف الكميه. فانا هعير لكم دلوقتي الكميه اللي باقيه، هتعرفي ان انا حطيت كوبايتين بالظبط شربات على الكيك بتاعي، والكوبايتين التانيين انا هشيلهم في الفريزر بعد ما وهما باردين خالص، هعبيهم في ازازه بلاستيك واقفلها واشيلها في الفريزر او في برطمان، استخدمها في اي وصفه تانية. بيقعد معاكي في الفريزر مده طويله ما بيحصلوش اي حاجه. اهي انا بعاير اهو، دي كوبايه، دي الشربات اللي اتبقى من اللي انا عملته زياده، واللي اتبقى التانية كوبايه تانية برضو. يبقى انا خدت الوصفه بتاعتي كوبايتين من الشربات اهو، اتبقى معايا كوبايتين وانا ضفت كوبايتين على الكيك. بعد كده هترشي بقى الوش بتاع الكيك بتاعنا بشويه جوز هند ناعمين كده عشان يدوها شكل حلو زي ما انتوا شايفين كده. وانا قطعتها، شايفين شكلها من جوه منور وجميل ومفتح خالص، يعني حاجه في منتهى الجمال بصراحه. شايفين عامله ازاي، منظرها عامل ازاي، ما شاء الله عليها، تحفه تحفه تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوها، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله.